دكتور، انا بتخن من اقل حاجه وغيري بياكل كتير وما بيزيدش. جسمي كده ولا في مشكله؟ اول حاجه لازم تفهم ان كل جسم وليه معدل حرق مختلف عن الجسم التاني. تاني حاجه الناس بتحسبها كميات وهي سعرات. انت ممكن تكوني بتاكلي معلقتين مكرونه وصاحبتك بتاكل طبق سلطه، ساعتها السعرات اللي انت بتاكليها اكتر بكتير من اللي صاحبتك بتاكلها، فالموضوع مش مرتبط بالكميه. وبرضه ممكن يكون معدل حرقك اقل. طب ازاي تزودي معدل الحرق؟ اول حاجه النوم الكويس، لازم تاخدي كفايتك في النوم. انا دايما باكد على الموضوع ده في كل فيديو. النوم بيتحكم في كل الهرمونات. النوم بيلخبط الهرمونات وبيزود هرمون الجوع ويقلل هرمون الشبع، فلازم تنامي 8 ساعات طبعا زي ما انتوا عارفين، يكون بالليل مش بالنهار. تاني حاجه التوتر برضو بيرفع هرمون الكورتيزول. الكورتيزول دوت بيبوظ الدنيا، فلازم نقلل التوتر ونخلينا فريش كده. لازم نكون ماشيين على نظام غذائي متوازن محسوب لنا فيه السعرات الحراريه اللي جسمنا محتاجها بالظبط. اي نظام غذائي فيه جوع وحرمان عمرك ما هتنزلي عليه، وهيقلل الحرق وهتكون ليه اعراض كتير شكل الدوخه والهبوط وانك مش قادره تعملي المهام اليوميه بتاعتك. لو عاوزه نظام مناسب تمشي عليه محسوب لك فيه السعرات اللي انت محتاجاها بالظبط ومعمول عشانك، مش مجرد نظام معمول بيتباعت لكل الناس، ابعتيلي دلوقتي وانا هبعت لك التفاصيل.